أحلى وأجمل وأطعم طاجن محشي كرنب بشرايح اللحمة المتشوحة اللي ممكن تدوقوه. لو أول مرة تشوفوني أنا الدكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. في حلة على النار هننزل بمعلقتين زيت وننزل بشرايح اللحمة بتاعتنا ونشوحها كويس جدا من الجنبين، ولما تتشوح تماما هننزل بربع معلقة صغيرة من الحبهان المطحون ونقلبها كويس جدا لحد ما تطلع ريحتها. هننزل بمية مغلية على اللحمة ونغطي عليها ونسيبها لما تستوي تماما. في حلة تانية على النار هنحط معلقتين زيت وعليهم معلقة سمنة، وهننزل بحوالي 3 بصلات متقطعين صغير ونقلبهم حلو قوي لحد ما البصل لونه يصفر. هننزل ببهاراتنا ملح وفلفل وبابريكا مدخنة وكزبرة ناشفة وكمون وتوم بودرة وبصل بودرة وشوية قرفة وقليل قوي من القرنفل المطحون وطبعا الملح، وهنقلبهم حلو قوي لحد ما تطلع ريحة بهاراتنا. هننزل عليهم بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم ونقلبهم كويس جدا. وننزل عليهم بحوالي 2 كوباية رز مغسولين ومتنشفين كويس قوي ونقلبهم حلو قوي لحد ما يمتزج الرز تماما مع الخلطة بتاعتنا. هننزل عليهم ب3 طماطمات متقطعين صغير ونقلبهم حلو قوي. بعدين ننزل بالخضرة بتاعتنا كزبرة وبقدونس وشبت وشوية نعناع ناشف ونقلبهم حلو جدا مع بعض. وكده الحشوة بتاعت الكرنب جاهزة. اللحمة بتاعتنا استوت، هننزل عليها بملح وفلفل وهنبدأ نحشي الكرنب بتاعنا بالحشوة اللي احنا مجهزينها. ونبدأ نرصه فوق قطع اللحمة لحد ما نخلص المقدار كله. هنبدأ نعمل الشوربة اللي هنسوي فيها المحشي. معلقة زيت هننزل عليها بربع معلقة حبهان مطحون ونقلبهم حلو قوي لحد ما تطلع ريحة الحبهان. هننزل عليهم بمعلقة كبيرة من صلصة الطماطم ونقلبهم كويس جدا مع بعض. وننزل عليهم بمية ونحط لها ملح وفلفل ونسيبها لما تغلي على النار. ننزل بيها على حلة المحشي بتاعنا ونغطي عليها، ولما تغلي هنهدي النار عليها لحد ما يستوي المحشي بتاعنا. هنقلبه في طبق التقديم وده شكله النهائي. مش قادرة اقول لكم ريحته قد ايه جميلة وطبعا طعمه احلى. لو عجبتكم الوصفة أتمنى أن انتوا تنفذوها وتكتبوا لي أسئلتكم ورأيكم في التعليقات، لأنها فعلا إن شاء الله هتعجبكم جدا ولأن الطعم مختلف تماما. وبالهنا.